السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ألف مليون تريليون مبروك للمنتخب الوطني المغربي على القتالية ديالهم، أول الواصلين لنصف النهائي ديال كأس العرب. المنتخب الوطني المغربي اللي كيستطيع أنه يفوز على المنتخب السوري بهدف وليد أزارو. قال لك عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تصاب طارق السيدالي، دخل بلاصتو وليد أزارو، قضى الغرض. وهذا الشيء اللي ولفنا السي طارق سكيتيوي انه يعني عنده في البونتوش. شفنا الشويعر، شفنا لاعبين اللي مهمين. علاش ما كانش تيقحمهم؟ واش كيجيري البطوله؟ يعني صراحه برافو 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 لطارق السكيتيوي ولهاد الوليدات. وكما قلت لكم، اول المنتخب، اول الواصلين للنصف النهائي ديال هذه الكأس العربية، وبهذا كنتجاوزوا الربع النهائي ديال النسخة القادمة اللي مضات، واللي كنا خسرنا أمام الجزائر بضربات الترجيح. فاليوم كنوصلوا نصف النهائي، وغنتسناو ان شاء الله المنتخب الجزائري في نصف النهائي. منتخب شرس قوي، واليوم بدات كتبان الخدمه ديال طارق السكيتيوي، رغم ان التحكيم كان منحازا يعني بواحد الطريقه كثيره للمنتخب السوري. غير كيقيسوهم كيصفر، ولكن حنايا شحال من الرياكسيون ما عطاناش. عطى حمراء مفيد في الدقائق الاخيره من المباراه، ولكن هذا الروينه اللي طاريه لطارق سكيتيوي، وهاد تيقول لك البطل يصنع من رحم المعاناه اللي تعانيها طارق سكيتيوي، وتيخرج شي يعترف بها في يعني في الندوات الصحفيه ديالو، ولكن كيخرج الانتصار. هذا هو اللي مهم فيه، انه ما كيشكر الرجال، تيشكر اللاعبين اللي تقاتلوا معاه، اللي مشاو معاه حتى انه وصل لهذا النصف النهائي، واللي كنتمناو انه يستمر فيها ان شاء الله حتى يجيب هو اللقب ديال كاس العرب المغاربه، وحنا نجيبوا به كاس افريقيا. بقاو غادي ان شاء الله كنتفرجوا تنجيبوا كاس افريقيا اللي غتنطلق في 21 في هذا الشهر هذا. واللي الطريق اللي وليد ركراكي قبل من بدايه هذه المباراه فهو كيعطي اللائحه، واللي كتشوفوها في الجانب ديالي لائحه عاديه، ما نقدروش نناقشوا فيها، ما نهضروش فيها. كنا كنتمناو يكون معما، كاين اللي كان كيتمنى يكون حكيمي، كاين اللي كان كيتمنى يكون بوفال، ولكن انا راه كنت متاكد بان اللائحه ديال كاس افريقيا ما غتخرجش على اللائحه ديال التربص الاعدادي الاخير. لهذا ما بغيناش نناقشوا هذه اللائحه، ولا اللي عطى الله عطاه. دابا الوالد الركراكي عطى التشكيله ديالو. نتمناو كانوا بعض الاختلافات على مثلا واش غيحضر في الدفاع، ولكن خصوصا في الدفاع وفي الهجوم. للاسف حمزه إيقامان كيتعرض للاصابه، وكيبقى هو يعني اللاعب ديال الرجاء البيضاوي في يعني في الريزيرف كما تنقولوا. منين ما غتديش بالعمري، علاش ما خليتيش يا صاحبي يمشي يلعب مع طارق سكيتيوي في هذه البطوله هذه؟ هادشي هنا، انا هادشي اللي ما فهمتوش. ولكن اليوم حنا تنهضروا على المنتخب الوطني المغربي اللي صراحه رفع الدرابو عاليا ورفع الرايه المغربيه. واليوم حنا في نصف النهائي كما قلت لكم، كاول منتخب سوري. كنت قلتها لكم الاخوان ديالي الفيديو اللي حطيت البارح، ماشي منتخب سهل، منتخب شرس هو المنتخب الفلسطيني. عفوا، المنتخب الفلسطيني غادي يمحن المنتخب العراقي، وانتم هالمباراه غتبدا وغادي تشوفوا علاش هذا النوع ديال هاد المنتخبات ما كينزلوش يديهم بسهوله، وما عندهمش فين عندهم القوه ديالهم في المجموعه، ماشي في لاعب ولا مجموعه. عندهم مجموعه سوليد، يعني كيدافعوا مجموعين، تيهاجموا مجموعين. صراحه خلقوا متاعب كبيره للمنتخب الوطني المغربي، ولكن هنا كتبان الخبره والتجربه ديال كره القدم المغربيه. ما نزلوش يديهم، لعبوا بريمير ميطا. الحاجه اللي كانوا كيتشكوا منها جميع المحللين واليوتيوبرز المغاربه هو ان الشوط الثاني كان النيفو ديال المنتخب كيهبط، ولكن هذا الشيء باين بانه كان خطه من طارق سكيتيوي، لان اليوم شفنا منتخب 90 دقيقة هاجم، ضاغط، سيطرة كلية على الكرة. محاولات المنتخب السوري صراحة حارس كبير، ولكن كيخصك تستمر وتعاود تستمر حتى تجيب الهدف ديالك، لان صراحة خنقنا ما خلالناش فرص. ولكن طارق سكيتيوي نوع، لعب من الوسط، لعب على الأجنحة، لعب اليمين شويه على اليسار، كرات مسونطرين من الجانب، هما اللي عطاو كما شفنا الشويعر ملي دخلوا. يعني لاعب مهم ومهم جدا للمجموعه. ما فهمتش انا علاش ما لعبش المباريات الاخرين، كان على الاقل ياخذ واحد 10 دقائق او واحد نص ساعه ضد السعوديه. ولكن
طارق سكيتيوي ربما لقله يعني اللاعبين اللي عنده، فهو كيحاول يعطي الوقت لكل واحد. كانت اخبار تقول بان اليوم وليد القرتي ما غاديش يكون لاعب. وليد القرتي هو لعب وما مشاش مع المنتخب. واش غتسالي هذه المباراه؟ غادي يمشي؟ واش بزاف ديال الاقاويل، ولكن عندنا كامل الثقه في السي طارق سكيتيوي بهذه المجموعه، لانه صراحه دار اللي عليه وجاب التأهل بهدف بجوج ثلاثة. هذا هو العقلية اللي ولات عند كرة القدم المغربية. لعب انت، خذ انت الكرة، المهم كتبقى هي النتيجة والريزولتا. وبان كذلك بأنه دفاع، رغم أنه ما تجربش بزاف في هذه المباراة هذه، ولكن بان بأن هناك دفاع قوي عند المنتخب الوطني المغربي بمروان سعدان واللي معاه في الدفاع. فبان بأن دفاع قوي ما تمارك عليه إلا هدف واحد. اليوم وصلت النصف النهائي تمارك عليك هدف واحد ماركيتيه ضد مرماك. كنظن بأن المنتخب الوطني المغربي من أقوى الدفاعات في هذه البطولة هذه. فاليوم كما شفنا حققنا المهم والأهم، وهو المرور للنصف النهائي، وتفادينا كذلك أننا نمشيو معاهم ضربات يعني أشواط إضافية غتكون منهكة أكثر للاعبين. وكذلك يقدروا كانوا هما باغيين، هما الهدف ديالهم الهدف الأول منين بداو لاعبين كان الهدف ديالهم أنهم يجروك البيلانتيات أو يخطفوك بواحد الهدف مباغت من خلال لي كونتراتاك. ولكن صراحة برافو 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 طارق سكيتيوي. كان يعني كان في الموعد، وعرف كيفاش انه يخدم التغييرات ديالو. ثلاثه اللي دار فتقريبا مور الدقيقه 70 فعطات الاكل ديالها، وجاء الهدف اللي نفس اللاعبين وعرفوا كيفاش يجريو ديك الساعه المباراه دقه دقه، رغم كان الضغط السوري ودخول عمر خريبين في الاخير العميد ديالهم والقدوه ديالهم، يعني الاحسن واحد فيهم تلقى واحد الكسر في لونطريمون الاخر ديالو، ورغم ذلك دخلوه لعل وعسى انه يجيب شي اضافه. ولكن صراحه المنتخب الوطني المغربي كان واقف مزيان في التيران، كان لاعب مزيان وقدر انه يحقق النتيجه المرجوه والمرغوبه، وهو الانتصار، وهو النصف النهائي. وبهذا كما قلنا كنتجاوزوا الدوره الفارطه اللي كنا تلاقينا مع الجزائر وخرجنا بضربات الجزاء، رغم اننا في الدوره الفارطه كنا طلعنا بثلاثه ديال الانتصارات. كنا ربحنا فلسطين والاردن والسعوديه وطلعنا بثلاثه انتصارات وفي الاخر تقصينا. فاليوم مع طارق سكيتيوي يعني ولاو عندنا مدربين كيعرفوا يجيريو المجموعه ديالهم وكيعرفوا يجيريو هذا الشيء اللي بان صراحه في طارق سكيتيوي، انه كيعرف يجيري الجروب منين كتكون بطوله مجمعه صراحه، لا من خلال الشان ولا من خلال كاس اولمبياد باريس ولا حتى هاد كاس العربيه. بان بان طارق سكيتيوي عنده مونطاليتي كبيره وعنده عقليه باش كيجيري الجروب. كنشوفوا حنا العاب في الاول ما لعبش طنان، ونقول لي هو كان مخليه لهذه المباراه هذه، هو كان عارف بانه دايز من الدور الاول، وكان عارف بان اللاعبين عنده عده اصابات، ولكن بشويه بشويه جيرا المباراه ديالو. وبرافو عليه برافو عليه، الف مبروك لكره القدم المغربيه.